هذه قرية بالس، وهي قرية كردية في منطقة ريف جسر الشغور الشرقي في محافظة إدلب. عدد سكانها حوالي 500 شخص، أغلبهم كرد، لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف، بل يتكلمون العربية. يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات، وأكثر ما يميز هذه القرية زراعة أشجار الزيتون. هذه المعلومات وصلتني عن طريق أحد أبناء منطقة جسر الشغور، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جسر الشغور بلغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية بالس.